مساء الخير يا جماعة، معانا غسالة يونيفرسال فيها مشكلة عدم الطرد. فاحنا هنملاها دلوقتي مية هنجربها. تاخد بس منسوب بسيط وبعد كده هنشغلها على مرحلة العصر. خاصية اليونيفرسال لازم اللي هي الدقيقة والدقيقتين أو التلاتة لازم ما يكونوش منورين زي ما أنا بعمل كده، وبعد كده تشغل الدقيقة أو أي وقت اللي هو ال3 دقايق حتى على العصر، وبعد كده تشغل الغسالة. المفروض هي بتاخد معانا دلوقتي عملية طرد، فالترومبة مش شغالة خالص معانا، وهنوريكم ازاي بنفكها ونركب الجديدة بطريقة بسيطة. عندنا هي دي الترومبة، تمام. فطريقة فكها اللي احنا هنشيل الوصلة اللي هي بتاعت خروج الصرف مع الوصلة بتاعت اللي نازلة من الحلة نفسها، نفس اللي هما السلكتين. وبعد كده بنشيل اللي هو القفيز، واهم حاجة وانت بتشيل الجزء ده لازم تخلي بالك عشان الجزء نفسه ما يتكسرش او يتقطع، اللي هو بتاع الوصلة نفسها. انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتشيل بس طبقة اللحاف، عشان لما تيجي تركبه تاني يركب معاك مظبوط زي كده. بعد كده هيبقى معانا الجزء التاني. هي دي الترومبة الجديدة زيها بالظبط. ليه؟ لان ما ينفعش اجيب حاجة تانية، عشان لو جبت حاجة غيرها مش هتركب معايا مظبوط في تقفيل الخرطوم بتاعها. معانا اللي هما الترميلتين نفسهم بتوع الكهرباء، وبعد كده هنجرب لكم الغسالة. لازم بقى نعزلهم عشان يبقى امان ان ما يلمسوش في بعض.
وبعد كده هنثبتها بقى من تحت، اللي هو المكان اللي ايه اللي بيمسك الجزء بتاع الترومبة، عشان ايه ما تبقاش سايب. عشان في مرحلة لما تيجي تشتغل لازم دي تبقى مربوطة على اساس ان هي ايه ما تفكش او في حاجة ايه تدبدب وهي شغالة. نجربها، نملاها نصب مية اقل حاجة. لان هي مشكلة الغسالة من الاصل ان هي ما كانتش بتعصر، وطول ما هي ما طردتش المية وما صفتش عمرها ما الحلة تلف بتاعت العصر خالص. وبعد كده هنوقفها ونجيب على البرنامج اللي هو بتاع العصر. هي كده هتطرد معانا المية زي ما انتم شايفين معايا، المية بتقل والترومبة شغالة معانا. وأي حاجة دخلت جوه الترومبة ممكن توقفها تاني أو يحصل فيها تلف. فهي كده الغسالة شغالة معانا تمام. ولو عجبك الفيديو لايك واشترك في القناة ودعمنا.